الإصابات بالفيروس الحساسة التي يفترض أن تهم الجميع تفاديا لاستمرار ارتفاع منحنى الإصابات بالفيروس، لا سيما الحرجة منها التي باتت ترفع نسبة الوفيات، كما أن لجنة علمية مغربية رفيعة المستوى تواكب منذ البداية عملية إعداد اللقاح المرتقب. بفضل المبادرة والخيرات الشخصي لصاحب الجلالة الملك نصره الله محمد السادس نصره الله، تمكنت المملكة من احتلال مرتبة متقدمة في التزود من اللقاح ضد كوفيد-19. سلامة ونجاعة ومناعة هذا اللقاح تؤكده المؤشرات الإيجابية والتجارب السريرية التي أجريت على عديد من المتطوعين، لا سيما في المغرب ولا في بلدان أخرى في بلدان أخرى. وقد أعطى جلالته توجيهاته السامية يوم 9 نوفمبر الجاري من أجل إطلاق عملية وطنية واسعة النطاق وغير مسبوقة للتلقيح ضد فيروس كوفيد-19 في الأسابيع المقبلة، وذلك بهدف تأمين تغطية الساكنة باللقاح كوسيلة ملائمة للتحصين ضد الفيروس والتحكم في انتشاره. واليوم وتنفيذا للتعليمات الملكية السامية تسهر الحكومة بكل مكوناتها على الإعداد الاستباقي والجيد لهذه العملية الوطنية واسعة النطاق، سواء على المستوى الصحي أو اللوجستيكي، معدات التمريض، عربات الرعاية الطبية، أجهزة تخطيط القلب وكثير من المعدات، وكذلك حتى على المستوى التقني مع تعبئة جميع المصالح والوزارات المعنية، ولا سيما أطر الصحة والإدارة الترابية والقوات الأمنية، وكذا دعم القوات المسلحة الملكية لتمر عملية التلقيح في إطار يستجيب لمعايير الجودة على مستوى التراب الوطني لجميع الفئات المستهدفة. ومن أهم الإجراءات المتخذة بهذا الخصوص وضع استراتيجية وطنية للتلقيح ضد فيروس كوفيد تشمل جميع الجهات المملكة، وتستهدف نسبة كبيرة من الساكنة مع إعطاء الأولوية للمهنيين الصحيين والمزاولين للأنشطة الأساسية ورجال التعليم والمسنين وحاملي الأمراض المزمنة في فترة قدرت ب 12 أسبوع، يعني فترة ما كتعداش 3 شهور. ووضع لجان مركزية تعنى بإعداد مجموعة من الوثائق والخطط واقتناء المستلزمات اللازمة وفق الاستراتيجية الوطنية، وهي على الشكل التالي: اللجنة التقنية الموكول لها وضع دلائل تقنية حول اللقاح وتكوين فرق للتلقيح قبل انطلاق العملية، اللجنة الدوائية المكلفة بتأطير عمليات الترخيص لاستعمال اللقاح عبر التراب الوطني، اللجنة اللوجستيكية المكلفة بتقييم الموارد اللوجستيكية على المتوفرة والواجب اقتناؤها، مع الإشارة إلى أهمية الانكباب على سلسلة التبريد حفاظا على جودة اللقاح منذ وصوله إلى مرحلة الاستعمال الميداني، لجنة التواصل المكلفة بإعداد الاستراتيجية الوطنية للتواصل اللازمة لتعبئة جميع الفاعلين لتيسير استفادة الساكنة المستهدفة من اللقاح، ولجنة التتبع والتقييم المكلفة بإعداد خطة وميكانيزمات تسجيل المستفيدين وتتبع حالتهم الصحية خلال وبعد فترة التلقيح. ونظرا لما تكتسيه هذه العملية الكبرى من أهمية على المستوى الوطني، ومن أجل تيسير التفعيل الميداني على المستوى الترابي، قد تم وضع لجنة تقنية مشتركة تضم كلا من وزارة الداخلية ووزارة الصحة، تجتمع بصفة مكثفة ودورية من أجل استعداد للعملية وتدقيق الجانب الميداني للعملية. وعلى المستوى الترابي تم إخبار وتعميم محتوى الاستراتيجية الوطنية للتلقيح على جميع المصالح اللامركزية. ثانيا، تعميم الجوانب العملية والتقنية لدى ممثلي مديريات الجهوية للصحة من أجل إعداد خطط إقليمية وجهوية للعملية. ثالثا، مواكبة المديريات الجهوية من خلال عقد اجتماعات أطرتها فرق مركزية بحضور المديرين الجهويين ومندوبي الصحة على العملات والأقاليم تحت رئاسة السادة الولاة والعمال، التي تهدف مناقشة معمقة ودقيقة لمحتوى الخطط الإقليمية المعدة من أجل المصادقة عليها نهائيا على جميع المستويات. وبصفة عامة، ونحن على بعد أسابيع قليلة من انطلاق العملية، فإن الخطط النهائية للعملية قد أشرفت على نهايتها، فيما تم إطلاق عملية الاقتناء قصد إيصال الموارد اللازمة إلى الأقاليم والعملات قبل انطلاق العملية، مع التحضير لحصص تكوين الفرق الميدانية. وعلى المستوى الترابي تم حاليا تهيئة محطة تلقيح والمقدرة في 2880 محطة، مع إعداد لوائح فرق التلقيح في انتظار وصول باقي الموارد. كما ستتم
يتم الاستفادة من تجربة بلادنا في اعتماد مجموعة من التلقيحات في إطار البرنامج الوطني للتمنيع، والذي ساهم في القضاء على مجموعة من الأمراض المعدية والفتاكة سيما في صفوف فئة الأطفال منذ بداية الستينات. ستغطي هذه العملية المواطنين الذين تزايد أعمارهم عن 18 سنة حسب جدول اللقاح في حقنتين، مع إعطاء الأولوية على الخصوص للعاملين في الخطوط الأمامية وخاصة رجال الصحة والسلطات العمومية وقوات الأمن والعاملين بقطاع التربية الوطنية، وكذا أشخاص المسنين والفئات الهشة للفيروس قبل توسيع نطاقه على باقي الساكنة، وذلك بهدف حماية الصحة العامة وتقليل التأثير الاجتماعي والاقتصادي لفيروس كورونا المستجد عن طريق تقليل الوفيات من خلال ضمان نسبة تغطية لا تقل عن 80% من سكان المغرب بلقاح آمن وفعال، وذلك في إطار دعم الولوجية للقاح، حيث سيتم إنشاء محطة للتلقاح لاحترام إجراءات التباعد، وذلك من خلال تفعيل أنشطة التلقيح عبر طريقتين: الوضع الثابت انتقال السكان إلى محطة التلقيح، والوضع المتحرك انتقال فرق التلقيح الملحقة بالمحطة وفق برنامج محدد مسبقا إلى النقط المتنقلة كالمستشفيات، المصانع، الإدارات العمومية، الأحياء الجامعيين والسجون وغيرها. وتعمل الوزارة كذلك رغم العديد من الإكراهات التي تعرفها المنظومة الصحية ببلادنا، إضافة إلى إعداد البنيات والتجهيزات على ضمان توفر الأدوية والمستلزمات الطبية بالمؤسسات الصحية عبر العديد من الاقتناءات التي تدخل في إطار البرنامج الوطني للرصد والتصدي لفيروس كورونا، ومنها اقتناء أدوية البروتوكول العلاجي ووسائل الوقاية الفردية كالكمامات والنظارات الوقاية أو أي معدات أخرى مصممة لحماية مهني قطاع الصحة. المحور الثالث والذي يتعلق بتدابير التتبع ومراقبة التكفل بمرضى كوفيد-19 بالمصحات الخاصة ومراقبة بيع أجهزة التنفس الاصطناعي،